كفايه بقى جوهره، مش قادر. شويه كمان بس. لا كفايه كده، انا تعبت. لازم تمشي عشان الدم يجري. امال الشباب ازاي؟ شباب؟ شباب ايه ونيلة ايه؟ دي كانت علقه موت. لا ومن مين؟ من الجن. ده انا طلوعي اتفشفشت. ده لولا داهش كان زماني دلوقتي في خبر كان. تعرف، انا لو كنت لسه ماشي على النظام القديم بتاع الصرمحه وما اتعلمتش منك الاستقامه، ايوه، ما كنتش جات لي الجرأه خالص ان اخش في وسطيهم واعمل اللي انا عملته ده. انا بجد متشكر يا داهش. ما شاء الله ما شاء الله، بقيت احسن يا جودر بكتير. البركه فيكم بعد ربنا يا شيخ عبد الاحد. انا مستعجل الشفا علشان نكرر محاوله فك الرصد وفتح كهف الحكيم الشمردل. والمره دي ان شاء الله مش هخذلك، مش هقع في نفس الخدعه اللي نصبها لي. اصل انا بصراحه ما كنتش متصور اني اشوف ابويا. اتفاجئت باللي حصل. انا منبه عليك يا جودر ما توقفش مع نفسك ولو لمجرد لحظه واحده. الحمد لله انه خرج حي من بين ايديهم. انا عايز اخف بسرعه علشان ارد المقلب للجن الاحمر. ان شاء الله زي دلوقتي بعد سنه. سنه؟ امال انت فاكر ايه؟ في ميعاد خاص لخطاب ملك البحار في يوم بعينه وساعه بعينها من كل سنه. يا نهار ابيض. طب انا اهلي لازم يعرفوا ان انا هغيب عنهم. ده المفروض اكون بينهم دلوقتي. انا هشوف طريقه اطمنهم ان شاء الله. ازاي؟ خد عليه. يعني انتوا كلكم عينيكوا على الشباك ومن غير اتفاق، ومحدش فيكم خد باله مين اللي فتح الشباك من بره؟ انا ما كنتش متاكده ان والدي عامل حراسه مشدده حوالين القصر والمسافه بعيده. كنت قلت دي اكيد روحانيه من الجن اللي بتعمل كده. على العموم خلينا نتاكد. عاكف، روح انت وسعاد وتاكدوا ان مفيش اي حد في القصر. حاضر، تحت امرك. الانسان في وحدته ممكن يسرح مع نفسه كتير. قصدك يعني ان ممكن يكون كل اللي بيحصل لي ده خيال؟ انا ما اقصدش اضايقك. انا اقصد ان الانسان بيحتاج حد يونسه في وحدته، لان الوحده ممكن تفتح بيبان مليانه افكار سودا وتحصره، وانت قدامك الشخص اللي بيحاول يونسك بس انت بترفضه. جوهره، صدقيني انا لو ما كنتش متجوز كنت انا اللي سعيد وراكي. مش جايز لما تقرب مني بس بقلب مفتوح تكتشف ان انا الانسانه اللي انت عايزها ومش اي حد تاني؟ على العموم انت لسه قاعد معانا سنه، ويا عالم ممكن يحصل في السنه دي. يا عالم، كل شيء جايز. على اذنك. اتفضل. القوة اللي اخترقت القصر عايزة ايه في النهاية؟ كنوز الحكيم الشمردل، صح؟ يعني طول ما انت بعيد عن الموضوع ده انت في امان. ايوه بس افضل بعيد ازاي اذا كان الموضوع كله قائم عليا ومرتبط بيا؟ انا هفهمك. طول ما انت بعيد عن الموضوع ده هيكون زي تمويه لغاية ما الشمعين يزهقوا، وخلال الفترة دي بقى احنا نتجوز وانت تفضل قاعد الفترة دي كلها هنا لحد ما نلاقي طريقة ان احنا نتأكد بيها ان انت في منتهى الامان. وساعتها ممكن نفتح كنوز الحكيم الشمردل. هو ده الحل اللي انت شايفاه من وجهة نظرك؟ انا كمان عندي ذهب كتير قوي واقدر اتعلم عزايم لفتح الكنوز اللي في جوف الارض. يعني ممكن اجيب لك ذهب بالكوم. وعلى فكرة انا ممكن اتساهل معاك لدرجة ما تخطرش في بالك. ازاي يعني؟ لو انت متمسك قوي بزوجتك اللي في مصر ما عنديش مانع تشاركني فيك. ياه، ده ايه التساهل والتنازل ده؟ اقسم الوقت بينا. وديك شفت بنفسك المسافة من هنا لمصر ما بتاخدش دقايق على البغلة المسحورة. ها، ايه رأيك؟ ما هو اصل المشكلة مش في البغلة، المشكلة في الحمار اللي هيفضل رايح جاي من مصر والمغرب.
هو ده الحل الوحيد والمناسب. طيب يعني اديني كده 3 يعني كام يوم كده افكر وارد عليكي. هستناك. جودر فين؟ معرفش. ايه؟ كنت فاكرين انكم هتلحقوا جودر وتخطفوه قبل ما يرجع بلده؟ انا كنت متصور ان شواقي هي اللي هتيجي، انما جت فيك انت يا شميعه. انت يا سعاد، انت اللي عرفتك كل اسراري، تكوني جاسوسه عليا؟ مش جاسوس عليك لوحدك، دي جاسوس علينا كلنا. كنتوا فاكرين ان احنا مش هنكتشف المراقبه اللي انتوا محوطيننا بيها من الجن والانس، على اساس ان انتوا يا اولاد شمعه ناصحين قوي وبتفهموا في العلوم، واحنا يا اولاد عبد الحق قاعدين نعبي الشمس في ازايز ونعد في موج البحر. كنتوا فاهمين ان انتوا جايين هنا بتراقبونا، لكن جودر اللي كان بيراقبكم. يكون في علمكم انا مش هفتح كهف الحكيم الشمردة واجيب الكنوز ال4 الا اذا ضمنتولي ان الكنوز دي ما تقعش في ايدين ولاد شمعة. في ايه اللي حصل؟ اسال ابوك وعمك. مولاتي، انت كويسه؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ أنا كنت معدية من هنا سيبيني لوحدي. طول عمري ما عملتش حساب لحد قدك انت يا عبد الاحد. غلطان، كان لازم تعملوا حساب لجودر. بحر الحيلة اللي انتوا غرقتوا فيه واللي هينتهي بسجنكم ده كان بتخطيط من جودر. اطلقنا يا عبد الاحد، اطلقنا ونشتغل مع بعض ونقسم الكنوز ما بيننا. قلت ايه؟ سمعني تاني كده. ده بيهزر ده ولا ايه؟ مالكش دعوه انت بالموضوع ده، انت مجرد اداه لاستخراج الكنوز، مالكش دعوه بالكلام ده نهائي. جودر مش مجرد أداة، جودر شريك في تحمل المسؤولية. هو احنا بناخد وندي معاه ليه؟ ده يترمي في اي قبو في القصر هو الجاسوسه اللي معاه دي، وبعد كده نشوف اللي ورانا. يا ريت يا عبد الاحد يا اخويا تهندس لنا لعبه تانية نجيب بيها شواهي واخواتها عشان يقعدوا معاهم في القبو ويسلوا بعض. فكروا في العرض اللي انا قدمته لكم، مش هتلاقوا انسب منه. نقسم كنوز الشمردة ما بيننا، وبعدها نعمل اتفاق محدش فينا يتعرض للتاني، والا هتضطريني اقول لك مبروك يا عبد الاحد، مبروك. كسبت جولة، لكن المعركة لسه ما انتهتش. فعلا المعركة لسه ما انتهتش. هرميكوا في قبو تحت القصر لغاية ما اشوف هنعمل معاكوا ايه. يلا. انا عندي سؤال. ساعة ما زعقت لي بعد صدامك مع عمي، ده كان من قلبك ولا كان جزء من اللعبة؟ جوهرة، انت شابة وجميلة وأي راجل في الدنيا يتمناكي، بس أنا بحبك أنت وعايزاك أنت. وأنا بحب مراتي وما أقدرش أفرط فيها. يا سيدي ما أنا حلتها لك، قلت لك إن أنت ممكن تقسم وقتك ما بيني وما بينها، وأنت فهمتني إن أنت هتفكر في الموضوع. وبعدين أنا مش فاهمة، مين في الدنيا يرفض جوهرة؟ انا مراتي عندي اغلى واجمل من كل جواهر الكون. وبعدين انا في ايه في كلامي مش مفهوم؟ انا قلت لك قبل كده ان انا هنا في مهمه محدده، مش جاي احب واتجوز. هخلص اللي ورايا وارجع لبلدي ومراتي، وبعدين ارحميني بقى. انت ايه؟ ما عندكيش كرامه؟ اتفضلي يلا من غير ما ترد، عايز اقعد لوحدي. اتفضلي. مش عايزة أشوف حد.
ده شراب يهدي أعصابك. زعفران فارسي مخلوط بعصير الرمان الحلو. في ناس بيحبوا عصير الرمان الحامض، بيبقى مزز يقبض. مش عايزة حاجة، سيبني لوحدي. أسيبك لوحدك وأنا شايفك مغمية عينيكي ومصممة تنطلقي زي مهر جامع في مسار مسدود، وفي نهاية المسار بيتصدم بعنف هيبقى صم. بدل ما يتعلم الدرس بيرجع يعيده من أول وجديد. انت كنت بتتصنت على كلامي مع جودر. أنا متابعك في كل كبيرة وصغيرة، شايفك يمكن أكتر ما أنت شايفة نفسك. في مهنة لسه تاني عايزة تعرضي نفسك ليها مع جودر؟ انا لو بايدي اسقي كاس العالم. تسقي كاس العدم بإيديكي وتفسدي العلاقة بينك وبين والدك؟ أنت عارفة أهمية جودر بالنسبة له إيه؟ وبعدين ليه نلجأ لأساليب عنيفة؟ ليه نحلها بأسناننا وإحنا ممكن نحلها بإيدينا؟ ازاي؟ إزاي دي سيبيها عليا. أصل اللي بيحب حد بيبقى تعيس وهو شايفه حزين، بيبقى مستعد يعمل أي حاجة عشان يرد له ابتسامته وسعادته، وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أرد لك ابتسامتك وسعادتك. قولي خلصني منه وأنا أخلصك منه. قولي. الله. طب ايه رايكم بقى ان الاكل اللي عاملاه شروق ده احلى من اكل الجراب 100 مره؟ يا سلام، كل بقى عقلي حلاوه كل. اشحال ما كنتش مدوقني اكل الجراب بنفسك وقعدت تشعل فيه. طب انا راضي ضميرك. عمرك شفتينا متجمعين التجميعه دي قدام الاكل قبل كده؟ استنى يا ولد، على قولك يا حبيبي، بقالنا كتير قوي ما اتجمعناش مع بعض سوا على أكلة حلوة زي دي. يبقى الاكل ده احلى ولا اكل الجراب؟ لا بس سيبك انت، صبرك علينا عشان تجمعنا على لقمه واحده، هو ده الزاد الحقيقي، مش قولة اكل وشرب. ده ايه الحلاوه دي؟ معقوله؟ سالم هو اللي بيقول الكلام ده؟ انا مش مصدق نفسي ياما. يلا هم يا جماعه، هم يا جماعه. هو كله رز مفيش لحمة؟ يا جاحد ياما اللحمه غلط عليكي كده. خليك انت يا فل، انا اللي هفتح. يا جاحد. حاضر يا سيدي. طول عمرك انت بخيل جدا. لا انا خايف على صحتك مش ما اكتر. تخافش على صحتي، خاف على صحتك انت. جوهرة، انت جيتي هنا ازاي؟ انا اللي جبتها يا سيدي جودر. ايه اللي حصل يا داهش؟ فهمني. مفيش وقت، جوهرة هتحكي لك على كل حاجة. أنا لازم أرجع دلوقتي، يمكن أقدر ألحق سيدي عبد الأحد وأخوه. سامحني، ما لقيتش حد غيرك ألجأ له. طب اتفضلي يا جوهرة، اتفضلي. اعتبري نفسك هنا بين اهلك وناسك. انا ماليش اخوات بنات، وانتي من النهارده اختي الصغيره. وديكي شايفه، ادي امي، ودي شروق مراتي اللي كلمتك عنها واحنا في المغرب. اوعى يكون قال لك حاجه عني كده ولا كده. لا بالعكس، ده حتى في مرة قال لي إن هو عمره ما حب حد قدك. واذا كان على اخواتي سالم وسليم اللي كانوا هنا من شويه، دول ليهم بيت تاني بيباتوا فيه. يعني هنا هتبقي على راحتك على الاخر، وانا هخلي فله توضب لك اوضه لوحدك علشان تباتي فيها. فلة ايه وبتاع ايه يا حبيبي؟ دي هتنام في حضني زي ما كانت شروق مراتك بتنام جنبي، وانت اسم النبي حرسك وصاينك مسافر. يا امي مش جايز عايزه تبقى لوحدها يعني براحتها وكده؟ لوحدها ايه بس يا بنتي؟ هو انت مش سامعه رعشه صوتها وهي بتتكلم على المخفيين الشمعيين دول عملوا فيها ايه؟ لا، هي هتنام جنبي، هناخد ونس بعض. أنا مش عارفة أشكركم إزاي. أنا عمري ما حسيت بإحساس دفى العيلة اللي أنتم محوطيني بيه ده. تعالي يا حبيبتي تعالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المية السخنة يا فلة. حاضر يا ام سبروت. انت ماشية على قشر بيت يا ولية؟
حالا اهو حالا. ايه الاخبار يا ام سبروت؟ محدش يكلمني دلوقتي. يلا يلا هم شويه يا شروق. يلا ساعدي نفسك يا حبيبتي صبايا. ما تلمي نفسك شويه هي اللي تتشكي. دي بكريه. يلا يا حبيبتي يلا 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 يا حبيبتي يلا. يا رب يسهلها عليكي يا حبيبتي. ايوه ما تقلقش، ان شاء الله هتقوم بالسلامه. يا رب.